هاي يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ ان انا كنت طالبه جزامه. فاكرين لما انا قلت لكم انا طلبت جزامه بتتفصل وهتيجي؟ انا ما كنتش طالباها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت طالبه جزامه شفتها على اونلاين معدن، وبعدين قلت هي دي شكلها جزامه. كانت جايه حرف ال كده او حرف اس، جايه زي الاس كده وليها ارفف وكرسي. فلما الجزامه اتفصلت جت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شويه فكرتني بجزامات المساجد اللي هي بتبقى في المسجد. فبصراحه القطعه انا شايفه شكلها قيم جدا ان هي تكون جزامه. زي ما انتوا فاكرين انا قلت لكم في عيد ميلادي اختي جابت لي جزامتين اللي هم الصغنطاطين دول. فبصراحه شكلهم ملموم، بصوا شكلهم ملموم ولمين الجزم واخدين كورنر كده. فانتوا متخيلين لو القطعه دي اتعملت جزمه هتفرد لي الجزم قد ايه، وهتبقى شكل الجزمات اللي في المساجد. يعني بدل ما الجزم ملمومه كده، لا هتبقى هنا مفروده، فاهمين؟ وخصوصا ان هي شكلها اصلا مش جزامه. فانا فكرت في حاجه كده، قلت ممكن احطها. كتير منكم صحيح انا غيرت الستاند بتاع التلفزيون، غيرت الحامل، جبت حامل ثابت حطيته، وخدت الحامل التاني في الشاشه الجديده اللي هي جات لي صيف في عيد ميلادي. فدي كده بقت ثابته. فانا قلت ايه، على طول انتوا بتقولوا لي يا رحاب هاتي وحده تحت التلفزيون علشان تلم الحاجات اللي هي الريسيفر والسلك والكلام ده. فبيني وبينكم لما الجزامه دي جت، او هي مش جزامه بقى، انا مش شايفاها جزامه خالص. لما القطعه دي جت قلت ليه لا ما احطهاش تحت التلفزيون، هي في متساويه مع التلفزيون. المفروض ممكن تستخدمه في نفس هات الريموت ده يا سمسم. في نفس المساحه بتاعته. بس انا عايزين ننقل رينج لايت كده ناحيتي. بصوا في نفس المسافة بتاعت التلفزيون، يعني هي جاية تحتيه بالظبط. فقلت نحطها هنا. وبرده ده مجرد اقتراح، فاهمين؟ يعني انا مش 100% متأكدة، انا ما جربتهاش، فقلت اجربها معاكم عشان اللي عنده اقتراح للقطعة دي يقول لي برده ايه لو ليها مكان. شيل كده يا سما. فده شكلها حلو والله، شكلها حلو يا جماعه. لا ولايقه مع الاسود بتاع التلفزيون. هي شكلها مش مدي جزامه خالص، مش جايبه معايا جزامه. لا ده كده كده هيبقى لتحت عشان هنوصل هنا الشفر. شور؟ طيب خد كده. هي فين الفيش بقى؟ لا عادي مين بقى؟ دي كده. في فيشه تانية، هات فيشه التلفزيون برضو، او حتى تحمي الفيش من السموم. التفكير واحد يا سيدي. بس كده. بصي يا سامح، في التسريحه بتاعتي من تحت في لزق دبل فيس. هات وهات مقص، المقص برضو هتلاقيه على التسريحه. هنلزق بقى الريسيفر في التلفزيون هنا بعد كده. هنلزقه هنا في التلفزيون. افتح الجرار بتاع التسريحه هتلاقيه جواه. والله هي شكلها حلو، يعني شايفه. انا فكرت لما لقيتها بصراحه شكلها مش مدي جزامه خالص، يعني اللي فصلها بضمير قوي، فما بقتش شكلها مدي جزامه، ما تخيلتهاش جزامه. مش عارفه المفرش ده ممكن نحطه كده، بس
بس ثانية واحدة بقى، لازم هنحسب دي الأول. تحسب ايه؟ بس كده طب هيبقى. شيل دول كده عشان بجرب حاجة. احنا لسه بنجرب، يعني كل دي مرحلة تجارب. شكله حلو. حلو صح؟ بس في مشكلة مش هيوصل. هو ايه اللي مش هيوصل؟ ليه بقى؟ امال كانت بتوصل ازاي وهي اقصر من كده؟ لا ما اصل دي بيبقى نومي ستريت على طول، مش بيبقى. ازاي يا بابا؟ ايوه ما هو احنا ما عملناش اي حاجة زيادة. بس. احنا ممكن نلزق الريسيفر، يعني ممكن نلزق الريسيفر بالدبل فيس. هو فين الدبل فيس والمقص؟ ده يتلزق. هنلزق بقى القطعة الصغيرة دي. اه كده. بس ايه رأيك فيها هنا؟ حلو. حسيت ان هي مش جزمة، انت حاسس انها جزمة؟ انا قلت دي اللي هتحط عليها البواريك فده يقدر. لا بس بقى لحسن الناس كانت هتقيم الحد عليا في الكومنتات بسبب البواريك. الناس كلها. هو كده صح؟ ولا كده؟ ايوه كده. كده؟ سلك الدش بقى بنجيبه من هنا. طب شيل بقى السلك اللي تحت ده. ممكن بقى نجيب تحفة من التحفات الزيادة. بصوا كده. والله شكلها شيك. تصدقي يا مامي؟ هنا يتحط البلاي ستيشن او يتحط اشكال حلوه. ما هو ممكن يتحط حاجات كتير بقى، لو عايز تحط DVD او تحط اي حاجة. خد دخل دي مكانها وارمي الورقة دي. والله يا جماعة حاسة ان هي لا روقت. تعالوا كده انتوا شايفينها؟ انت شايف اللي انا شايفه؟ بصوا بحسوا ان هي روقت الدنيا. الجزامة في مكانها ملمومة. على فكرة الجزامة دي ممكن اخرجها بره على الباب، يعني مفيش مشكلة، بس انا بقول ورا الباب اسهل. بصوا القطعة بقى شكلها عامل ازاي. روقت كده الدنيا ولمت الكركبة اللي كانت تحت التلفزيون، وفي نفس الوقت شكلها شيك ولايقة مع التلفزيون، يعني واخدة الوان السيراميك والوان التلفزيون، عاملة ماتشنج مع السيراميك والتلفزيون، اسود في ابيض. قولوا لي بقى رأيكم ايه؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم في القطعة دي يا جماعة؟ وفي حاجة تانية هوريها لكم. والبوف ده اسيبه كده برضو في مكانه ولا احطه؟ سيمون مش هيعتق. دول هيبقوا حلوين قوي لو حطيناهم هناك، يعني واحدة هنا واحدة هنا كده. ممكن، وخصوصا ان المراية جت. بصوا ممكن نحط دي كده. ايوه واحدة كده واحدة. سيمور مش هيعتقهم يا سمسم. هو مش هيعرف يطولهم، مش هيطولهم. ايوه هنا هيطولهم. فوق لا. ممكن هنا بقى. هو الكبس ده ايه؟ الكبس مش بيشغل حاجة، جرب. بصوا يا حلوين، فاكرين اما قلت لكم ان السفره، معلش السلك بتاع الرينج لايت، فاكرين اما قلت لكم ان السفره ناقصها قطعه؟ هي دي القطعه اهي. دي القطعه اللي كانت ناقصه، مرايه السفره. اوكي اظبطها كده يا سما. المرايه دي يا جماعه هي اللي كانت ناقصه وما جاتش مع اوضه السفره، وللاسف اتاخرت. فدلوقتي هي وصلت بالسلامه، والمفروض ان هنا هنعلقها اهي. دي شكل المرايه اللي كانت ناقصه. هي المفروض بصوا هتتعلق فين؟ هتتعلق هنا في الجزء ده كده. عايزه مسمار في القطعه دي، هي شكلها بيبقى كده زي الكمثريه. فدي القطعه اللي كانت ناقصه في اوضه السفره. فاكرين ساعه ما انا كنت بحط الاستيكرات مش هيقدر يتعلق هنا. ليه؟ ده جبسن بورد. لا عادي يستحملها؟ يستحملها، هي مش تقيله قوي. لما انا قلت لكم وانا بحط الاستيكرات ان في مرايه هتبقى في وش الحاجات دي، هي دي المرايه اللي كانت ناقصه. هي شكلها جميله قوي، بس لسه بقى اشوف حد يجي يعمل لها. عايزه مسمار بشنيور وتتعلق تترفع هنا.
بس طبعا هي ملهاش اي مكان غير الجزئيه دي. وانا شلت التحف اللي كانت هنا عشان ما يبقى الزحمه قوي. خد يا سمسم ورق المرايه. بس كده يا حلوين، وانتظرونا بقى نبتدي نشوف زينه رمضان ونجيب مفارش رمضان بقى وحاجه رمضان عشان نستعد للشهر الكريم. ربنا يا رب يعود على الناس كلها بخير. وبس قولوا لي بقى رايكم في القطعه اللي انا عملتها دي. انا بدلت التحفه هاي اللي في ايد سامح دي، حطيتها بدل الورده التانية. قلت اخف وشكلها سيمبل. هي المشكله ان سيمو لو شد المفرش هتبقى حاله فوضى عارمه يعني. بس وبكده خلص الفيديو بتاعنا يا حلوين. فيديو سريع بس انا كنت عايزه رايكم. قولوا لي بس رايكم في القطعه دي، لو ليها مكان تاني اشوفه لها، او لو هي لايقه كده اخليها كده. هي هنا انسب حاجه ليها تحت التلفزيون. ممكن عايزة تحطي تحطي حاجة ممكن تحطيها ورا البتاع. على اساس ان هو لو عمل كده المفرش مش هيتشال. ربنا يستر. بس حط فيشه التلفزيون. قولوا لي بقى، ولو المفرش شكله مش حلو قولوا لي اشيله وارجعه تاني على البوف، مفيش مشكله. ولو شكله حلو هخليه زي ما هو. وخلاص كده يا حلوين، يعتبر البيت بتاعنا كمل. دي القطعه اللي كانت ناقصه، اللي هو الستاند اللي كان عندي في الاوضه بتاع البواريق، والقطعه دي اللي هي كانت المفروض جزمه بس للاسف ما اتعملتش صح زي ما انا كنت عايزاها، ومرايه البوفيه. وكده يعتبر فاضل لنا الديش واش وشانون التخزين في المطبخ. قبل رمضان ان شاء الله تكون الحاجات دي جت عشان هنحتاجها ضروري في شهر رمضان. وبس كده. واللي ما حطش لايك يحط لايك. زعلانه منكم ما بقيتوش تحطوا لايكات زي الاول. حطوا لايكات كتير عشان الفيديو يترفع، وعشان تشجعونا ان احنا نعمل لكم فيديوهات اكتر لحسن الشتا مكسلنا كسل رهيب. وقولوا لسمسم يخليني اصور. سمسم ما بقاش يفكر زي الاول يا جماعه في افكار. كان يفضل يقول لي قومي صوري قومي صور. دلوقتي ما بقاش عنده حماس كده، وتحس ان هو مأنتخ في الشتا طول الوقت عايز يقعد تحت البطانيه. ف يا رب النشاط كده يرجع تاني ونرجع نستعيد نشاطنا كلنا ونصور تاني زي الاول. وهقول لكم دمتم بخير. انت ما نطقتش ليه؟ انت قاعد بتاكل في بقك. بصوا يا جماعه سيف لابس ايه؟ بنص كم بنص ايه. خشت في الفرن يا سيف عشان المكرونه. بس مش عارفه كنت اقول لكم حاجه مهمه ونسيت. مش تحطوا لايك. خلاص ما تنسوش تحطوا لايك. لو في اي جديد هقول لكم. وانتظرونا ان شاء الله الفيديو الجاي. عندنا الفتره الجايه حاجات كتير هنعملها مع بعض قبل شهر رمضان ان شاء الله، وافكار حلوه علشان يبقى في رمضان عندنا وقت ونعرف نستغل. يلا اقول لكم دمتم بخير يا حلوين، واشوفكم على الف خير. واللي ما حطش لايك يحط لايك. واقول لكم دلوقتي ايه، باي باي. وهستنى كومنتاتكم على المفرش وعلى القطعه دي. اوكي باي.